المحاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي البحث على خصوصا انطلاقات ديال اللاعب محمد الذي خروج الحارس بالنسبه للمستقبل البحث على الالقاب في الوقت اللي كنتابعون هناك سياسه على مستوى هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي ولكن وجود في تظاهرات الكرويه القاريه وبلوغ ادوار متقدمه. تعود المحاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي من الجهه اليمنى امكانيه تمرير فرصه ولكن ذلك محمد الوهبي يسعى انه يخرج بافضل المكاسب. محاوله خطيره وتدخل ممتاز من طرف الحارس. ثلاث خطوره. لاحظوا المرتد الهجومي ما كانش هناك وضعيه تسلل. انطلاقه ديال لاعب كاتارو إيشنو تدخل ممتاز لعبد الله بن تيك. تدخل ولا اجمل ولا اروع. لاحظوا رده الفعل في المكان والتوقيت المناسبين. رقم 4 ران إيتشيهارا لعبات الكره ترفع داخل منطقه الجزاء مباشره في يد الحارس. كان هناك خطا لاحظوا المحاوله الاخيره بروسيا والنسخه الاخيره بقطر. تعود المحاوله من الجهه اليسرى مراوغه ممتازه. حذري وتدخل بعد الكره. توكيناغا في الوقت كنتابعوا المحاوله شكلات خطوره. لاحظوا المراوغه الدخول داخل منطقه الجزاء ثم اللي وصلت الكره بالعمليه. في الوقت كنتابعوا المحاوله اللي شكلات خطوره على مستوى الجهه اليسرى. تمريره لكوتارو إيتشينو. حسن الحظ كما قلت بانه ما تعاملش مع الكره. لاحظوا لو مشى الكره بالراس كانت ستشكل خطوره. للتمريرات العرضيه دائما تشكل الخطوره في الوقت اللي انتهى المرتد الهجومي لفائده المنتخب الوطني المغربي. خروج الحارس ايمانويل ديوغاي وكذلك رقم 9 كاتارو إيشينو. هذه فرصه خروج الحارس استرجاع الكره مره اخرى وسط الخطير تشوغاي كينتو. حذري منه ما يسددش للمرمى لان المحاولات ديال المنتخب الياباني بامكان تسديده لتشوغاي كينتو. لاحظوا استرجاع الكره انطلاقه ديال لاعب كينتو امكانيات مهمه. لاحظوا بحث على المجال للتسديد يسدد. الكره مشات بعيده على مرمى الحارس عبد الله بن تيك. بقات امكانيه التمرير ديال الفرصه. هذه محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي وسط لاعب اسامه ارهوني. امكانيه تسديد فرصه الهدف لفائده المنتخب الوطني المغربي لولا تدخل الحارس ايمانويل ديوف ابرز المنتخب الوطني المغربي. انتبهوا هذه المحاوله لاعب وسام الانطاكي اتجاه لاعب الياس زياني بالفعل هو اللي سدد الكره الاخيره لاعب فريق ستاندارد دو لييج وتدخل الحارس ايمانويل ديوف. فرصه ومحاوله كان بامكانها تعطيها القراءات الفنيه ديال جو كازيوناري. كانت لقراءات لاعبين اللي كيمتازوا بامكانيات مهمه. في الوقت تبعد المحاوله من الجهه اليمنى. حذري لانه لاعب خطير لاعب رقم 10 تدخل ممتاز يمنى. نتابعوا هذه الفرصه وهذه المحاوله. كينتو تشيوغاي خدا الكره الدخول داخل منطقه الجزاء. لحسن الحظ ما كانش هناك لمس لتشيوغاي وتدخل كان ممتاز لرضا الكوي بعد ما تجاوزت الكره الحارس عبد الله بن تيك. فرصه ومحاوله لفائده المنتدب صعود جرمولي ضياء الدين. فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي خروج الحارس. هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. تمريره فرصه الهدف تدخل الحارس ايمانويل. دائما محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي. الراسيه وصلت الكره لمحمد رديد داخل منطقه الجزاء يبحث على انه يسدد والمراوغه. رديد كيمرر. فرصه لفائده المنتخب الوطني. البراعه والتدخل الممتاز لايمانويل ديوف. نتابع هذه المحاوله نتابع هذه التمريره الممتازه. تمريره من سليم اجباري. وسام في الجهه اليسرى لفائده المنتخب الياباني بواسطه نايا كواك. ترفعت الكره لابد من ابعاد الخطورات. تدخل تابع هذه المحاوله من الجهه اليسرى بواسطه اللاعب كواك نايا. تيكي وبوتافوغو البرازيلي جديد لاعبين ممتازين. مشات الكره في الجهه اليسرى لفائده المنتخب الوطني المغربي. حاول استرجاع الكره بالفعل ممتاز. هذه فرصه لفائده المنتخب المغربي. عبد الله ريحاني. الهدف قادم لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه لاعب المتميز اللي تابعنا المراوغه تابعنا التمريره كانت بشكل جيد. الفرحه الكبيره ديال الجمهور المغربي. 1-0 لفائده المنتخب الوطني المغربي. لما يتحرك الخط الامامي ديال المنتخب الوطني المغربي فبامكانه انه يلقى الحل والوصول لمرمى الحارس ايمانويل ديوف. اذا هدف اول لفائده هجيم فريق اتلتيكو مدريد. نتابع هذه المحاوله المجهود الكبير اللي تبدا من اجل استرجاع الكره.
تمريره في اتجاه لاعب عبد الله الريحاني الذي يسدد، هداف صراحه بامكانيات كبيره. الياس الزياني استرجع الكره، يبرر لعبد الله الريحاني، ورقه رابحه للمدرب محمد وهبي، والموهبه القادمه بقوه صراحه في سماء الكره المغربيه. تذكروا جيدا هذا الاسم عبد الله الريحاني، هداف. اذا تبعد الخطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. تعمل كره دائريه داخل منطقه الراسيه، فرصه الهدف الثاني تضيع من عثمان بوخريس. عثمان بوخريس يرتقي فوق الجميع. لاحظوا الراسيه ما مشاتش بعيد على القائم الايمن لمرمى الحارس ايمانويل ديوف والمنتخب الوطني. هذه فرصه تسديد عدد من اللاعب رقم 10 خطيره، لابد التغطيه خطيره وهدف التعادل اللي تم استثمار هذه المحاوله. وهذا هو اللي رقم 9 كاتارو إيشنو واللي تمكن من التسجيل. لاحظوا العمل اللي قام به كيتو، ثم من جديد في الجهه اليسرى. تسديده مرة المدرب يسعى انه يدخل دماء جديده على مستوى المجموعه. محاوله خطيره لفائده المنتخب الياباني. الهدف الثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا تسديد لاعبين داخل منطقه الجزاء. هنا المراوغه، تسديده وتدخل الحارس لم يكن في مكان من المحاوله. مراوغه ممتازه، انطلاقه ديال جرمول الدين. هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي عبد الله الريحاني. فرصه هدف هدف اخر. لاحظوا انطلاقه ما كانش هناك وضعيه تسلل لعبد الله الريحاني، خذ الكره بشكل ممتاز يسدد. لاحظوا ردة فعل بالرجل اليمنى، يبعد الكره ويبعد الخطوره. كان بامكانيه تسديد دائما المراوغه. محمد رديد، فرصه هدف ان شاء الله، فرصه هدف. وهذه فرصه محاوله من الجهه اليمنى، امكانيه العرضيه، فرصه كان بامكانها تعطي هدف، تسجل هدف جربوا لي الدين. لاحظوا انطلاقه الدخول داخل منطقه الجزاء، يمرر، هدف كان محقق لفائده المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا الكره ما مشاتش بعيد من طرف عبد الله الريحاني، ولكن العمل الكبير ديال المدافع جربوا لي الدين اللي تمكن. السلام عليكم، كي راكم اخوتي؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله بصحه جيده يا ربي. في هذا الفيديو بغيت نهضر على حكيم زياش اللي للاسف هذا الموسم عانى بشكل يعني كبير مع الفريق ديالو تشيلسي، بالرغم انه قدم واحد كاس العالم اللي يعني صراحه خياليه. يعني استطاع انه يغلق جميع الافواه اللي كانت كتنتقدو، وهي كانت انتقاد حقا، حيت اللاعب ما كانش كيساهم مثلا في المساهمات الدفاعيه، ولا ما كانش كنحسوا بديك القتاليه كبيره مع المنتخب. ولكن يعني ديك كاس العالم اللي قدمها وداك الروعه وداك يعني كنقولوا القتاليه ومساهمة تهديفية وبزاف د الأمور، يعني خلاه من اللاعب يعني دخل قلوب عشاق المغاربة أكثر. وللأسف ولكن هاد المسألة ما كانتش موازية مع الفريق ديالو تشيلسي اللي كثرت التخبطات الإدارية، كثرت تغييرات المدرب، بزاف د الأمور. كان عنده مشاكل مع الرئيس ديالو اللي خلى اللاعب أنه نوعا ما يفقد ثقة يعني الثقة ديال المحيط ديالو. مع العموم كتبقى أنه يعني لا، واخا دوك الدقائق اللي لعبها راه ساهم، أكثر لاعب عطى أسيستات وأكثر لاعب صنع فرص حقيقية للتسجيل. يعني كيبين أنه كان مظلوم حتى في مسألة يعني اختيار المدير. يعني اللاعب كان كيدخل كيساهم كيعاون أكثر من أنه مثلا بحال رحيم ستيرلينغ ولا بحال بزاف د اللعابة اللي كانوا في الفرقة عطاولهم فرص سانحة بزاف عليه، ما بينوش على عول الكعب ديالهم. من الأهم أن هناك أخبار حاليا، يعني كاين أنه تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد يعني بدا بالاهتمام ديالو اللاعب، باغي يصنع عمق في التشكيل، خصوصا انه هو كان كيدربو في اياكس، يعني عارف الجوده ديالو. وحتى انه تحدث في مباراه ديال تشيلسي ومانشستر ملي كان شفنا ديك اللقطه الشهيره انه كانوا معانقين بعضهم، تحدث انه قالك مثل هذا اللاعب يعني من العيب ان يبقى في كرسي الاحتياط، يعني خصو يلعب كل اسبوع. وهذا التصريح كيأكد قيمه الجوده ديال حكيم زياش، ومن خلالها الاهتمام ديال المدرب ديال مانشستر يونايتد. وان شاء الله نتمنى علاش لا ينتقل للفريق مانشستر يونايتد، خصوصا ان هناك اخبار اخرى انه تتاكد انه باريس سان جيرمان مازال في اهتمام ديالو اللاعب، وكذلك اي سي ميلان ونابولي وبزاف. يعني كاين اخبار، وحتى كاين عروض خليجيه اللي واخا ما كنتمناولوش، يعني بغينا يبقى حاكم في مستوى عالي، ولكن هناك اخبار انه في الدوري السعودي. على العموم كنتمناو مسيره موفقه لحكيم زياش، وان شاء الله يلقى ذات ويرجع داك المستوى اللي كان مع اياكس. يلا تحياتي لكم، شكرا.